ولقطاتنا من ماتش الاهلي وفاركو، كان فوز الاهلي على فاركو 4-1. وكان بقى اول لقطه معانا النهارده محمد الشناوي بعد ما عرف هو هيكون على الدكه مش اساسي للماتش الثاني على التوالي. برضو يعني الراجل نزل سخن عادي، ما فيش اي مشكله، ويعني ما اظهرش اي رد فعل سلبي. كوتش برضو يا جماعه، هو الكوتش ما كانش ينفع يعمل اي رد فعل يسيء حتى لاسمه، باسمه تقل محمد الشناوي. وكان برضو كان في رساله تانية بقى النهارده، العب برجوله. كان في رساله من جمهور النادي الاهلي لكل اللعيبه، هم هي كانت بتسخن كده قبل الماتش، لعبوا برجوله النهارده. وكان برضو على فكره ده كان دعم ايجابي من جمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي، وكان اثر ده طبعا على نتيجه المباراه. محمد شريف يعني ما بعد ما احتفل راح وهو بيحتفل كده، راح يحتفل مع حسين الشحات، وحسين الشحات كان واقف فرحان. يعني برضو ده يرد، يعني دي لقطه تبين ان مفيش مشاكل خالص يا جماعه في دكه البودله، ولا في مشاكل في غرفه الملابس النادي الاهلي. الناس اللعيبه بتفرح لبعضها، ومفيش اي حوارات، مفيش اي حاجه. واللقطات دي بتكذب اي خبر سلبي بيتقال على دكه النادي الاهلي وغرفه ملابس النادي الاهلي. وكان في كمان لقطه كمان تانية، جماهير النادي الاهلي بتتغنى بقى بعد ما الاهلي فاز 4-1، وكان يعني نهايه الماتش كده كان بتغني لزيزو وامام عاشور بن شرقي. دي كانت رساله كده ايه، يعني كان بينكشوا كده جماهير الزمالك بطريقه كوميديه شويه يعني. بن شرقي بقى كمان بعد الماتش راح اهدى التيشيرت بتاعه لاحد مشجعين النادي الاهلي، في لقطه برده كويسه من بن شرقي. النهارده عمل ماتش كويس جدا. اشرف داري في لقطه جميله جدا جدا مع بنته، كان لابسه هي تيشيرت النادي الاهلي، كانت لقطه برده جميله كده. وكانت دي كل اللقطات النهارده معانا ماتش النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي، واراك ضحكه.